من اهم الاجراءات اللي بيهتم بيها جراح التجميل قبل ما يعمل اي عمليه هي درجه الامان بالنسبه للبيشنت بتاعه او الحاله بتاعته. ده بيجي في المقام الاول قبل النتيجه. يعني انا لما اجي اقيم حاله او ابدا ان انا احط الخطه اللي هعالج بيها حاله معينه بتجيلي كجراح تجميل، لازم احط نمبر 1 السيفتي بتاعت العيان ده، لازم احط درجه الامان بتاعت العيان دي، لازم احط امان العيان ده في اعتباري اول حاجه، وبعد كده ابص على النتيجه. تمام. ليه؟ لان عمليات التجميل يا جماعه هي عمليات تكميليه وليست عمليات اساسيه. يعني هي مش زايده مثلا فانا خاف تنفجر، ولا هي كانسر لا قدر الله فانا لازم استأصله. لا، دي عمليه او ديفو موجود في جسمك او موجود في شكلك، انت ممكن تعيش بيه حياتك كلها، ممكن يبقى عندك مشاكل نفسيه، ممكن تبقى منزعج منه، ولكن مش هيعمل لك حاجه وظيفيه. تمام. فعلشان كده لازم اطمن على السيفتي الاول، لازم يعني اهتم الاول قبل النتيجه بالسيفتي. هل العيان ده مناسب ان اعمل له الاجراء ده ولا لا؟ هل العيان ده هيبقى فيه مخاطر كبيره على حياته لو عملت له الاجراء ده ولا لا؟ لازم الحاجات دي تتحط الاول وبعد كده ابص على النتيجه، مش العكس. مش هبص على النتيجه وبعد كده اهتم بالسيفتي. لا، ما ينفعش الكلام ده في موضوع التجميل. فعشان كده يا جماعه انا مثلا في اجراءات طبيه تجميليه موجوده انا ما بعملهاش وما اتعلمتهاش ومش عايز اتعلمها. زي مثلا البالب تكنيك. البالب تكنيك ده تكنيك موجود، ده تكنيك بيعملوه علشان خاطر يصغروا بيه الوسط او ينحفوا بيه الوسط اكتر. التكنيك ده بيكسر اخر ضلعين في القفص الصدري من ورا. انا ما بعرفش اعمل التكنيك ده، انا ما بعرفش اعمله، انا بتكلم بس انا ما بعرفش اعمله وما حاولتش اعمله وما حاولتش اتعلمه اصلا. ليه بقى؟ لان أنا شايف ان الاجراء ده اجراء دينجرس على البيشنت، في خطوره على العيان. يعني العيان اللي عايز يصغر وسطه ده او العيان اللي عايز يصغر الوسط ده، انا لما اكسر ضلعها انا ممكن اعور حاجه جوه، وممكن حاجه تتعور جوه، وممكن يحصل نزيف جوه، ممكن يحصل مشاكل كتيره جوه. فانا ليه اتعلم اجراء تجميلي ممكن يبقى فيه خطوره على البيشنت نفسه؟ مش هتعلمه. انا كمحمود مش هتعلمه ومش هعمله. فهتعلمه ليه؟ فده اجراء انا شايف انه دينجرس، وشايف ان هو تخلى عن قصه ان السيفتي از نمبر 1. هو دخل بقى في قصه النتيجه هي نمبر 1. لا، هي النتيجه مش النمبر 1. النتيجه في التجميل مش هي نمبر 1. السيفتي في التجميل هي نمبر 1 وبعد كده تيجي النتيجه. ده البروتوكول اللي انا ماشي فيه وده اللي اتعلمته. يعني ده اللي اتعلمته في الجامعه ودرسته وتعلمته وبعلمه للطلبه. ده اللي اتعلمته. السيفتي في التجميل از نمبر 1. خلاص، دي حاجه مهمه جدا ونقطه مهمه جدا. فلازم نطمن. فعلشان كده يا جماعه ما تسمعش اي اجراء تجميلي وتفرح بيه وتنبهر بيه وخلاص اصل نتائجه هايله، اصل انا شفت حالات عامله التكنيك ده فتمام زي الفل. يعني الموضوع مش كده. الموضوع فيه سيفتي، فيه بارامترز معينه، فيه معايير معينه لازم احطها في اعتباري قبل ما اعمل الاجراء التجميلي اللي هعمله. زي برضو قصه موضوع شد البطن مع الولاده القيصري. لا، ده بقى اعرف اعمله، بعمل شد بطن كويس جدا الحمد لله. بس اجي اعمل شد بطن مع الولاده القيصري انا مش هعمل كده. ليه بقى؟ لان السيفتي اوف ذا بيشنت اللي هي اول قاعده بالنسبه لي هتنهار. انا كده خطرت بحياه البني ادم. ماليش دعوه بقى بالنتيجه، انا كده خطرت بحياه البني ادم. مش هعملها. هعملها بعد البيشنت او بعد الحاله ما تولد وتطمن على نفسها. بعد 6 شهور ابدا ادخل اعملها. لكن غير كده انا مش هعرضها للمخاطر، مش هدخلها، مش هكسر القاعده الاولى اللي انا حاططها اللي هي قاعده السيفتي اوف ذا بيشنت. تمام. الناس اللي بتقول انت ما بتعملش، انت بتقول ان مفيش حاجه اسمها تخدير موضعي مع شد الوجه الكامل. انت بتقول كده عشان انت ما بتعرفش تعمل التكنيك ده او ما تعرفش تدي بنج موضعي، فانت بتستسهل وتقول للعيان لا، لازم العيان ينام. يا جماعه مش كده. بس يعني انا مش بقول ومش بدعي ومش بقول ان الناس اللي بتعمل شد وجه كامل بمخدر موضعي بيشتغلونا. لا، انا مش بقول كده. هم بيعملوه بيعملوا بنج موضعي، بيعملوا شد كامل بوجه موضعي. ما عنديش مشكله. تمام. بس انا بعرف اعمل بنج موضعي واعرف اخدر الوش بنج موضعي.